السلام عليكم. اليوم بغيت نهضر معكم من القلب على موضوع حساس بزاف، هو تقبل الذات. هذه الكلمة باينة بسيطة، ولكن في الحقيقة وراها معركة كبيرة كيعيشها كل واحد فينا. من صغرنا كبرنا وسط مقارنات، شوف خوك شحال قاري، شوف بنت فلان شحال زوينة، شوف فلان شحال ناجح. كنسمعوا النقد اكثر من التشجيع، كنشوفوا عيوبنا اكثر من قوتنا، وكنوليو نعيشوا الحياة كلها سعي غير باش نرضيو الاخرين، وكنساو راسنا. واحد النهار كتلقى راسك كتحارب باش تبان مثالي، باش تبان كامل، ولكن الحقيقة هي ان حتى حد ما كان اللي كتشوفه مثالي عنده ضعف اللي مخبي، واللي كيبان قوي عنده دموع ما كيوريهاش، واللي كيبان سعيد ممكن يكون كيحمل هموم ما كيعرفها حتى حد. تقبل الذات ماشي انك تقول انا زوين خاصني نبقى هكا. تقبل الذات هو انك توقف قدام المراية وتشوف مميزاتك وحتى عيوبك، تقول ايه هذا انا، وبكل ما فيا كنستاهل نحب نفسي ونقدرها. المشكل هو ان بزاف منا كيعيشوا حياتهم كامله وهو كيهرب من الناس. كنبغيو نغيروا شكلنا، نغيروا شخصيتنا، ونغيروا صوتنا غير باش نوليو نسخه من شي واحد اخر. ولكن الحقيقه حتى لو كنتي اجمل واغنى واذكى، الا ما تصالحتيش مع نفسك غتبقى ديما حاسس بالنقص. اللي ما كيتقبلش ذاته كيعيش في قلق مستمر، كينعس هو مهموم وكيفيق هو حاسس بالذنب، وكيتعلق بناس اللي ما كتعطيهش قيمته. علاش؟ غير حيت هو قلبه عامر بالفراغ. ولكن تقبل الذات كيبدا من لحظة صدق، وين توقف تقول انا ماشي كامل، ولكن انا كافي. وين تسامح راسك على الاخطاء اللي فاتت وتعتبرها دروس ماشي نهاية. وين توقف تقارن حياتك بحياة الاخرين، تفهم ان كل واحد عنده طريقه خاص. من تدي قرار انك تدور بك غير الناس اللي كيشوفوا فيك النور ماشي اللي كيدفعوا. تقبل الذات ماشي غادي يجي في ليله ونهار، هو تمرين يومي. كل نهار كتشوف فيه نفسك وتقول انا اليوم افضل نسخه من البارح، وغدا غادي نكون افضل من اليوم. في الاخير تقبل الذات ماشي رفاهيه، هو ضروره، حيت بلا بيه ما عمرنا غادي نعيشو مرتاحين. ومن قلب لقلب نتمنى تكون هذه الكلمه خاصة جزء منكم. إلا حسيتي ان هذا الفيديو عطاك طاقه وخلاك تفكر بطريقه جديده، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه ودعموني بلايك وتعليق. الكلمه ديالك انت ممكن توصل لشي حد اللي محتاج يسمعها، ويمكن تكون سبب انك تبدل حياته. شكرا.